جاهز نقول كلام مختلف من منظور جديد. ان شاء الله. في ثقافة بتقول ايه انه، والثقافة دي عامة يعني، برضه انا مش عايزين نبقى بنتكلم كلام منفصل عن ارض الواقع. احنا اشتغلنا يعني، انا بشتغل مالي مثلا اكتر من 23 سنة، وانت تقريبا مثلا اكتر مني شوي بشوية صح؟ شوي. شوية. ماشي. فاحنا شفنا مديرين بيبقى بيستغل احتياج الموظف المادي وبيحوله لعبد. بتلاقي ان الموظف بيتحول لعبد نتيجة انه التاني بيستغل كويس جدا الحتة دي خليني هلا بجاوبك على هي، بس خليني اكمل لك الفكره بتاعت بتاع الكاركتر. اوكي، الكاركتر. حكينا عن الكاركتر. تاني شغله هي الفاليوز. مم. اوكي، يعني القيم. والقيم هي قيم انت ممكن انت تكون تربيت عليها، لانك انت جاي من عائله معينه، جاي من بيئه معينه، من بلد معين. وقصص التانية اللي انت كمان بتكتسبها من الخبره تبعك بالحياه. يعني اوكي. ايام انت بتكون حتى مربع على قيم معينه، بس رحت عشت ببلد تاني كلتشر مختلف. كلتشر تاني. مشان هيك وقت بيكون عندك كذا حدا بالتيم، مثل ما انت تفضلت وقلت انه مثلا في different culture different nationalities different etc. كيف كيف الواحد بده يتعامل معهم؟ وهون هي الفكرة انه الواحد يكون شوي منفتح على هذا الموضوع. الليدر الشاطر برأيي ما بيكسر من قيمه، بس بيعرف يتقبل قيم العالم التانيين ويحترمها. اوكي، هذا اذا بدك الكاركتر والفاليوز. بعدين ثالث شغله ورابع شغله هن اذا بدك السلف بليف والسلف بيرسبشن. يعني انا كيف بشوف حالي مم. كليدر، وكون صادق مع حالي. مش انه انا بعتبر حالي تنقول بطل العالم بالقياده وانا ناقصني كذا شغله ماني قادر اعملها. طب ما هو اوكي، خد بالك، ممكن اكون انا مش عارف ان ده اللي ناقصني انا كليدر وهذا بيجي بجوابي لسؤالك على موضوع اللي انت حكيته. انا ما بحبها للكلمه اللي هي اكثر، يمكن انت قلتها بس تو اذا بدك هايلايتد، اللي هي انه مثلا الاستعباد تبع الموظف. اوكي، سو خلينا نجاوبك على هذا الموضوع اليوم اول شيء، اذا كل ما نطلع شوي لورا، كل ما هذا الكونسبت كان موجود، وكل ما نشوف عم نطلع يعني كل ما نقرب لورا، يعني نقرب لهالسنين اللي نحن فيها، تغيرت الاشياء، والاشياء عم تتغير. اوكي، واليوم انا كاكزيكتيف كوتش، والشركه يلي نحن خلقناها يلي هي ليت، واللي بتعني ليد انسباير ترانسفورم اند ثرايف. اوكي، اوكي. خلقنا هيدي الشركه لانه نحن عنا حاطين براسنا انه نحن اور ميشن، المهمه تبعيتنا انه نحن كيف بدنا نساعد الليدرز يتغيروا ويبلشوا يفكروا بطريقه يلي هي عن جد هالهيومن سكيلز يلي بدنا نساعدهم يكتسبوها. ف فاليوم اذا بتطلع على القياديين يلي يمكن بعدهم اليوم مثلا 3 أو 4 أجيال لورا صعب يمكن يتغيروا وهن هيك ماشيين. اوكي، بس نحن بدنا نلاقي طرق كيف نتعامل معهم. بس والغلطة الكبيرة اللي كل الشرك، أغلبية الشرك بتعملها، وأنا شفتها هيدي يعني بخبرتي مع كل الشرك اللي نحن بنشتغل معهم، وبنعملهم أيام كونسلتنسي، وبنشوف كيف شو المشاكل اللي موجودة عندهم حتى بالكالتشرز تبعيتهم. بتلاقي إنه ما بيهمهم مثلا، يعني عنا بلبنان بيقولوا انه بتجيب الواحد بتكبه بالبحر بتقول له سباح دبر اخر راسك. همي. يعني دبر راسك. اوكي، انا خلص عملتك مدير، مش انت بدك تصير مدير؟ انت صرت مدير لانك انت شاطر، انت مم. اشطر واحد، صرت مدير. بس من هون وبالرايح دبر راسك، فرجينا شو رح تعمل. هذا الكونسبت غلط. اليوم انت كل ما الشركه تعمل انفستمنت بالاشخاص. اوكي، واليوم في كتير شرك ونحن بنعرفهم ونشتغل معهم، كل ما شخص يصير يعينوه مدير بيحطوا له كوتش. علشان ياخد الحتة الهيومن ويكبر ايه يخلوه ليدر. صح. سو وهيدي الشغله مش ضروري كوتش. يعني في عالم بتعمل تريننجز للمدراء تبعهم، كونتينيوس تريننجز. بس يعني التريننج والكوتشنج وكل القصص يلي مثلا كيف انا يعني انا كمدير او كقيادي بتطلع مثلا على قياديين غيري بالشركه، كيف انه هن عم بيشتغلوا، اذا هن ناجحين كيف في اكتسب هذا الشيء منهم، كيف في اتقرب منهم اتعلم منهم. في كتير قصص الشرك فيها تعملها تتخلي التيم ممبرز اللي عم يشتغلوا مع هالمدير اللي هن عينوه، اوكي، يكونوا مرتاحين، ويكون هذا المدير هو مرتاح بفن القيادة تبعه. بس في حتة خطيرة قوي، انه القيادة وانت مدير ومسؤول عن ناس، انت بتجرب فيهم.
والنتيجه مش مضمونه، ومش كل المديرين قياديين. وده سبب اللي بنخلي النهارده ناس كتيره جدا من الموظفين يمشوا من شركات، مش عشان الفلوس ولا عشان الشركه، هم مبسوطين في الشركه، صح. ولكن مديرهم، وانا هنا بقول مديرهم مش التيم ليدر بتاعهم، مخليهم عايزين يمشوا. فانت النهارده ازاي اعرف اعمل التوازن من ان انا عايز اتعلم وانقل الموظف عندي من انه يبقى مدير لقيادي، من غير ما يغلط اغلاط فادحه تخلي الفريق بتاعه عايز يمشي بسبب هذا الشخص. شوف، برجع بقول لك يعني فينا نحكي ايام عن هدول المواضيع، بس انا بقول لك شغله، ما في انسان بيرفكت، صح؟ صح. كل انسان بيعمل غلط، والمدير له حق يعمل غلط. تمام. بس مثل ما انت عم بتقولها، في فرق صغير كتير بين انه المدير اللي يعمله غلط والمدير اللي يعمله غلط وبعده مصر انه هو صح. و مم. this is where the problem برأيي انا بتصير اكتر من انه اذا المدير عمل غلط. اذا اليوم المدير عمل غلط وطلع علنا حكي مع التيم تبعه وقال لهم ladies and gentlemen انا غلطت، انا اخذت قرار اذاكم، انا بعتذر، اوكي، مش غلط. انا هيدي نفسي الاقي مدير بيعتذر. في انا شاغل مع مدراء عاملين هذا الشيء، منهم مم. كانوا مدرائي باشغال اللي ده اشتغلتها. واخد حبيتين شجاعه. نرجع على موضوع الكاركتر والشجاعه، اه، اوكي، ده واخد حبيتين شجاعه وطلع. والفولنربيليتي. يعني انت اليوم في عالم مثلا بيكونوا بمناصب كتير عاليه، وبتشوفهم انه عندهم الفولنربيليتي، قادرين يتحملوا المسؤوليه. ما هو اصلا شغله الليدر انك انت تعمل هالساكريفايس، تضحيه. مم. يعني التيم تبعك اشتغل، ويمكن انت ايام بتكون عم تشتغل معهم وانت اللي خليت الشغله تنجح، بس بتعطي الكريدت للتيم تبعك، انا هقول لك على بتقول انا التيم حاجه. تبعي اللي عمل. اه. خليك معي لحظه. تمام. وفي واحد عندك بالتيم فشل المشروع كله، وبتيجي بتقول انت الحق علي. مشان هيك بتلاقي انه في كتير عالم ما بدهم اصلا هن يصيروا مدراء، ولا بدهم يتحملوا هيدي المسؤوليه، ولا يعملوا هيدي الساكريفايس. وبذات الوقت بتلاقي في مدراء بدهم يعملوا، بس ما بدهم يقربوا على هذا الموضوع. هي هيك، مم. عرفت كيف؟ مشان هيك كتير مهم، كتير مهم كل شخص بموقع مسؤولية يكون هو يعرف انه وقت اللي هو يعني opens up للتيم تبعه، اوكي، مش بس اذا بده يعترف انه هو عمل غلطة، بس انه يخلق هالسيف انفايرمنت يلي هو قادر يحكي فيه. اذا انا اليوم مديري بيجي بيقول لي انه انا عملت غلطة، او شو رأيك بهيدي الشغلة، او بتعرف انا ما بعرفها هيدي الشغلة، فيك تساعدني فيها، انا بتشجع ارجع اروح احكي معه. طب صح. ما اذا هو صح. مديري وعم بيقول لي هيك، انا بتشجع احكي معه. بس برضه بتعتمد على الموظف والكاركتر بتاعته وعلاقته بمديره. وهون شطارة المدير، صح. كيف يخلي يفهم الموظف اللي قدامه، كيف يفهم يتعامل مع الموظف اللي قدامه، كيف يعرف شو المفتاح لانه يعني بالنسبة لي انا بقول لك، ومرة حكينا انا وياك بهذا الموضوع، انه كل شخص له ليه مفتاح. مفتاح. ومش هين تلاقي المفتاح، بس متى ما لقيت المفتاح خلص بتقدر تعرف كيف تتصرف مع هذا الشخص to get the best out of them. صح. وهو بيكون مبسوط وانت بتكون مبسوط، والريزلتس عم تكون مثل ما انت بدك. طب بص، هسألك سؤال، ويعني مش متوقع اجابته هتبقى ماشيه ازاي. عم بتبلش تصعب علي الاسئله يعني. لسه احنا ما بدأناش، لسه ما تستعجلش. في كل ما هنقعد نسأل أسئلة اكتر، كل ما هتبقى الموضوع اصعب شويه. الهدف انه الناس تستفيد من حته معينه 100%. هم مش شايفينها غير لما يمارسوها. فمش عايز اقول الكلام التقليدي بتاع الاداره، لانه اتقال في حاجات كتيره جدا 100%. النهارده. هل المدير محتاج كوتشنج وتدريبات، مش على الحاجات اللي هي التقنية اللي في شغله، وانا بتكلم على السلوكيات بتاعته مع الموظفين اللي بيشتغل معاهم؟ 100%. وانا برايي انه كل مدير بحاجه لثلاث اشياء، 3 حاجات. ثلاث حاجات. مم. اوكي. اول شيء التريننجز. في تريننجز اليوم تنعطى يلي هي اساسيات، اوكي، يلي هي بتطبق على كل الاشخاص. اداريات. اداريات. تمام. اوكي، بس هذه الاداريات كمان فيها كمان الهيومن سكيلز اللي حكينا عنهم تبع القياده، يعني تو بيكام ليدر. يعني ليتس سي شو هن القصص الاساسيه اللي الليدر لازم يعملها، شو القصص اللي لازم يطلع عليها. بس انه هيدي قصص بيزك، يعني تنقول هي البيزكس او الفاندمنتالز تبع الليدرشيب. تمام. اوكي. الشغله الثانيه، كل ليدر وكل شخص اصلا، حتى الموظف يلي منه ليدر، الاندفيدجوال كونتريبيتور، لازم يكون عنده منتور بالشركه.
منتور اللي هو ياخد بيده كده وياخد ويوجهه في حاجات. بس مش لازم يكون المنتور هو نفسه مديره، لازم لا يكون حد اصلا تاني. المنتور ما في يكون مديره. صح، لازم هو يكون حد من اداره مختلفه. مديره في يكون الكوتش تبعه. مم. بس المنتور عاده هو اللي بيواجهك. انت قلت لي بتحب صيد السمك، اوكي، رح اعطيك اكزامبل على صيد السمك. اليوم اذا انت تعرف حدا صياد ماهر، شو كيف فيك تستفيد منه؟ ده احنا تحكي بنروح معه. نحجز رحلات نقعد جنب ناس نتعلم بس ما اصطادش. بس شو بتعمل؟ بيكون هذا الصياد الماهر بيعرف وين النقط اللي فيها اكتر شي سمك، طبعا اي ساعة تطلع، طرق الصيد. طرق الصيد. هيدا المنتورينج. مم. اوكي، سو المنتورينج هو شخص قادر يوجهك، قادر يخليك تستفيد من خبرته او من خبرتها، قادر يطلع بانت شو عم تعمل ويقول لك لو انا كنت محلك كنت عملت هيك وهيك وهيك، او بيديك كنت عملتها الزتونه. بهالطريقه او عملت بهالطريقه، او مره انا كنت بنفس الموقف اللي انت فيه وهيك تصرفت ومشي الحال. مم. اوكي، القرار انت لك اذا رح تسمع لهالشخص ولا لا. بس بالنهايه هو عم يعطيك امور توجيهيه، اوكي، من الخبره اللي هالشخص اللي هو المنتور اكتسبها. تمام. بس يعني مش 100% رح تكون هي نفس السيتويشن وتطبق ويمشي الحال معك، بس انت هون رح تاخد القرار. بس هو عم بيوجهك، هالشخص بيكون عم بيوجهك، هو المنتور. وحد المنتور، وفي يكون كمان المنتور بذات الوقت يلي هو اذا بدك السبورتر تبعك، يلي هو الشخص يلي رح يجي ويحكي عنك بالمنيح. احنا كده بنرسم خريطة عشان بس ايه ابقى انا متخيلها. في الكوتش اللي هو ممكن يبقى مديري، وفي المنتور اللي هو بيديني خبرته. جايك هلا على الكوتش، تركته للاخر لانه حلو يعني. طب ماشي، خلينا بس اقول يبقى في كده عندي واحد سبورتر اللي هو بيتكلم عني في الشركة صح. بشكل بوزيتيف، لازم ليه طبعا مواصفات على ما اعتقد انه يكون واصل ويكون كلمته مسموعة صح. وليه شوية مواصفات. والمنتور والسبورتر فيهم يكونوا نفس الشخص، فيهم ما تمام. يكونوا نفس الشخص. اوكي،